السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نتوما تشاهدوا هذا الفيديو اليوم غنصوب معكم بطبوط معمر كيجي زوين بواحد العمارة زوينة، كيجي زوين. غنقطع كويرات صغار ان شاء الله وغنرجع معكم ان شاء الله. راني رجعت معكم باش نشوفوا هاد الكويرات. هما هادو حجم واحد ان شاء الله. ندوزو باش نطيبوا هذيك الخضار. عندي كاس ديال الزيت غنديرو يسخن، من بعد غنزيد عليه البصله مقطعه قطع صغيره، نخليها شي 5 دقائق ان شاء الله حتى تطيح ديك البصله مزيان وتعسل. وغنضيف عليها الخضار، غنضيف عليها القرعه محكوكه وفلفله حمراء، فلفله خضراء، واحد شويه ديال الخيزو، غنضيف عليها الزيتون مقطع ان شاء الله دواور. غنضيف كل شيء على مره. غنزيد هاد التوابل. عندي هنايا فلفله حمراء وشويه الزعتر والخرقوم ورقه سيدنا موسى والكمون والملحه درتها مع البصله. غنخليها حتى طيب هذيك الخضار ان شاء الله ونرجع معكم. بعد ما طابت ليا هذيك الخضار غنزيد هنايا الحامض مصير والهريسه ان شاء الله. غنضيف عليهم شحمه مقطعه قطع صغيره، خليها واحد 4 دقائق ان شاء الله ونرجع باش نعمرو. بعد ما وجدوا لي هذاك الحشو ان شاء الله انا غنعمر هذا البطبوط. كيجي لذيذ بزاف. غنجمع عليها هاد الجوانب ديالها، ما غاديش نشد العجينه بزاف، غير نسدها صافي، غير نسد ليها شويه وغادا نخليه حتى يخمر. هو غنخليه يخمر ان شاء الله وغنرجع باش نطيبو معاكم. بعد ما خمر ليا البطبوط راني دابا نطيبوها. كيفاش كيجي روعه روعه روعه. هذا هو البطبوط، وإلا عجبكم اشتركوا في القناه.